أهلا وسهلا بيكم في بودكاست التصميم يتحدث. معاكم حسن محمد من غاوي ديزاين، دليلك لعالم الجرافيك ديزاين بكل تفاصيله. لو أنت غاوي تصميم أو لسه بتبدأ رحلتك في التصميم، هنا هنفتح مع بعض كل الأبواب إن شاء الله، من أول فكرة الشعار لآخر تفاصيل مشروعك الكبير. هنتكلم معاكم عن الفن، التفاصيل والأسرار اللي بتخلي التصميم مش بس شغلانة، لكن أسلوب حياة. في حلقة النهاردة هنسأل سؤال مهم جدا، سؤال لازم تسأله لنفسك قبل ما تبدأ رحلتك كمصمم، وهو: ليه عايز تكون مصمم جرافيك من الأساس؟ وإيه هو هدفك من إنك تتعلم التصميم؟ خليني أقول لك ليه السؤال ده مهم جدا. لأن ببساطة، لو هدفك مش واضح هتلاقي نفسك مع الوقت بتفقد شغفك تجاه التصميم. لأن زي ما قلنا، التصميم مش مجرد شغلانة، ده شغف، إبداع، رحلة بتبدأها بهدف واضح عشان تقدر تكمل فيها. فكر كده معايا، إيه هو الهدف النهائي اللي عايز تحققه؟ وهل الهدف ده قوي كفاية إنه يخليك تكمل المشوار وتتعلم التصميم؟ لو عرفت تجاوب السؤال ده، تعال نتكلم بقى عن شوية أسباب ممكن تخليك تبدأ التصميم بحماس. أول حاجة، مجال التصميم من أكتر المجالات المطلوبة جدا في سوق العمل. مفيش شركة، مفيش علامة تجارية، مفيش فكرة إلا وبتحتاج مصمم جرافيك عشان يظهرها للناس. كمان التصميم بيعتمد على الخيال والإبداع أكثر مما يعتمد على المهارة التقنية. لو دماغك مليانة أفكار ومبتكر، فأنت بنسبة كبيرة هتقدر تنجح في المجال ده. خليني أوضح لك أكتر. التصميم عملية عقلية بنسبة 70% تفكير وخيال، و30% مهارة في التعامل مع البرامج. يعني لازم تتعلم تفكر كمصمم قبل ما تتعلم التولز وازاي تستخدمها، لأن التولز ما هي إلا أدوات أنا بستخدمها عشان أحول أفكاري لواقع مرئي. والمميز كمان إنك كمصمم مش مضطر تكون دايما مرتبط بفريق عمل. التصميم بيتيح ليك تشتغل بشكل منفرد، تعتمد على نفسك، وتبرز أفكارك بشكل مستقل. الخلاصة، علشان تنجح في التصميم لازم تحدد هدفك بشكل واضح. اسأل نفسك: هل الهدف ده يستاهل إن أتعلم التصميم؟ هل أنا جاهز أفكر كمصمم وابتكر أفكار إبداعية؟ لو الإجابة نعم، يبقى الباقي سهل جدا، مجرد مهارات وبرامج تقدر تتعلمها بسهولة. في النهاية، هدفنا إننا نساعدك تبدأ مشوارك بإبداع وبخطوات واضحة. فاكرين شعارنا؟ إبداع بلا حدود. خليك دايما مبدع، وابدأ رحلتك النهاردة مع غاوي ديزاين.